هو اللاعب احمد رفعت وصل لحد فين؟ اقول لكم وصل لحد فين؟ بيتحسن، بس بيتحسن بالبطيء قوي. ليه بيتحسن بالبطيء قوي؟ علشان ما تلحقش منظومة كاملة متكاملة. اتحاد كورة بتاع مصر والدوري المصري بيتلعب ومفيش جهاز صدمات كهربائية ب20,000 جنيه جوه الماتش. انا اسفة يا صلاح، حقيقي انا اسفة يا صلاح. انا اول واحدة طلعت وهاجمت محمد صلاح لما اتصاب مع المنتخب وراح قال انا مسافر انجلترا علشان خاطر اتعالج. انا قلت ويتعالج بره ليه؟ هو احنا يعني ما عندناش علاج؟ هو احنا يعني مش هنعرف ان احنا نعالج محمد صلاح عندنا؟ لا، يقعد في المنتخب ويتعالج هنا. انا اسفه يا صلاح، عارف ليه؟ علشان انا ما كنتش فاهمه حاجه، وانت شكلك كنت عارف اللي فيها. لا بيعرفوا يعالجوا حد ولا بيعرفوا يلحقوا حد. سيبك من انه لاعب وسيبك من انه مشهور وسيبك من اي حاجه في الدنيا، هو بني ادم. لو حد في اتحاد الكوره حط نفسه مكان اهله وشاف ابنه طب واقع ساكت قدامه على التلفزيون هيعمل ايه؟ هيتجنن طبعا وهيقلب الدنيا كلها. اتحاد الكوره بفلوسه وملايينه مش عارف يجيب جهاز صدمات كهرباء. حتى يا سيدي لو الحالة دي بتحصل 1 في المليون، بقولك 1 في المليار، ال1 في المليار ده مش بني آدم والمفروض يتلحق؟ ولا نسيبه عادي هنضحي بيه؟ امال يعني ندفع يعني فلوس علشان حالة 1 في المليار؟ تدفع عشان حالة واحدة 1 في المليار، عشان ده بني آدم، عشان ده روح، عشان ده عنده أهل وعنده ناس بتحبه وعنده، هو بني آدم. ليه ما نلحقوش؟ ارجع واقولك انا اسفه يا صلاح، حقك عليا يا صلاح وانا كنت غلطانه، ومش عيب ان انا اعرف غلطي واتاسف. لا، انا عرفت غلطي واتاسفت. انت يا ابني ليك مستقبل كبير وعندك حاجات كتير قوي تخاف عليها، ومن حقك انك تخاف على نفسك، وكان لازم تعمل اللي انت عملته ده وما تقعدش هنا عشان هنا مش هيلحقوا حد حتى لو كان شد. ده انا من ساعه ما شفت اللي حصل لاحمد رفعت وانا مش عارفه اعيش حياتي انا الطبيعيه، كانه حد من عيلتي. انا اكتئبت حرفيا بسبب اللي شفته مع احمد رفعت، ما بالك بقى اهله هيبقوا دلوقتي عاملين ازاي؟ حقيقي ربنا يقف جنبهم ويكون في عونهم ويصبرهم، وربنا يشفي باذن الله ويقوموا بالسلامه احمد رفعت. ما تنسوش الدعاء ليه في الايام المفترجه دي، ويا ريت اللي حصل لاحمد رفعت ما يمرش مرور الكرام زي ما اي حاجات كتير بتعدي مرور الكرام. انا مش عارفه هقعد اتكلم لحد امتى واقول الجمله دي، هيعدي مرور الكرام، بلاش يعدي مرور الكرام. الغلطات كترت قوي وبتعدي مرور الكرام، بس المره دي حياه بني ادم، مش هينفع تعدي مرور الكرام. احنا كمان هنلعب بارواح الناس وارواح اللعيبه هتبقى ريسك في ايد اتحاد الكوره. ما ينفعش الكلام ده، سواء كنت بتنتمي لايه او كنت بتشجع ايه او كنت بتشجع نادي ايه، سواء كنت اهلي، زمالك، فيوتشر، بيراميدز، المصري، الاسماعيلي، ايا كان انت بتشجع ايه. احنا لازم نقف جنب احمد رفعت ده لانها حالة للانسانية. لازم اتحاد الكورة تبص شوية للمنظومة الرياضية احسن من كده، ويشوفوا ويهتموا بعلاج اللعيبة وخصوصا الحالات الحرجة اللي زي دي واللي زي اللاعب احمد رفعت، علشان ما يحصلش حالة احمد رفعت جديدة تاني في الملعب. احمد رفعت لحد النهاردة الاجهزة بتاعت جسمه لسه ما رجعتش، والوعي ما رجعش عشان هم بيخلوه يغيب عن الوعي الدكاترة، علشان لما بيفوق لو عمل اي مقاومة او عمل ده اجهاد عليه وممكن يأخر حالته كتير لورا. يا ترى بقى الايام الجاية هنشوف تغييرات في اتحاد الكورة في موضوع الامرجنسي او الحالات الطارئة للعيبة اللي ممكن يتصاب واللي ممكن يقع واللي ممكن يجراله حاجة، ولا هنقعد والهوجة هتعدي والدنيا هتمر والموضوع يتنسي وعادي كأنه ما حصلش؟ وهنشوف هيخصصوا ميزانية للموضوع ده ولا عندهم أولويات تانية يصرفوا عليها أكتر من إن هم يعني ينقذوا حياة بني آدم. أنا أسفة يا صلاح، أنت عملت الصح، وهنشوف في الأيام اللي جاية ممكن يحصل إيه. وما تنسوش الدعاء لأحمد رفعت. وده آخر الكلام، سلام.